الأهل نفسهم أما يبقى في IEP أو يبقى في الاحتياج ده، لازم هم كمان يكونوا أداة لمساعدة ابنهم أو بنتهم. يعني إحنا محتاجين إن الأهل هيشوفوا الIEP ده ويقروه كويس، وحتى يقعدوا مع الأساتذة اللي حطوا الIEP ده ويفهموا ده معناه إيه. نشجع الطالب أما يرجع بنمرة كويسة، نحط الامتحان أو الأسئلة على التلاجة علشان نشجعه ونبين له قد إيه فرحتنا موجودة بنجاحه، نوري له قد إيه إن المدرسة مهمة، قد إيه إن سماع الكلام مهم. لازم يبقى في consistency في البيت، يعني لازم يبقى الأهل تبين إن في حدود معينة، ما أقولوش لأ وبعد دقيقتين أغير رأيي. يحضر فطاره الصبح أو اللانش بتاعه معايا، مش لازم إحنا نبقى أمهات كويسين قوي، لازم نديهم مسؤوليات.